الحب، كل المشاكل اللي قابلتها ليها علاقة بالحب. الأفلام الرومانسية المصرية من أهم أنواع الأفلام اللي عندها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وهي أكتر الأفلام اللي بتجيب مشاهدات وبتعجب ناس كتير جدا. خليني أقولك في الفيلم ده من أفضل الأفلام الرومانسية في السينما المصرية. يلا بينا. وأول فيلم معانا فيلم سهر الليالي. فيلم سهر الليالي طبعا من أجمل أفلام الرومانسية، هو من أفضل 5 أفلام رومانسية في تاريخ السينما، وهو بيتكلم عن مجموعة من الصحاب علاقتهم العاطفية والزوجية متوترة شوية، وهم بيسافروا من القاهرة لإسكندرية وبيعيدوا حساباتهم تاني في علاقتهم الزوجية. وهتشوف طبعا من أجمل الأغاني اللي مفيش فرح يقدر يستغنى عنها أغنية سهر الليالي. الفيلم بطولة شريف منير وخالد أبو النجا، فتحي عبد الوهاب، أحمد حلمي ومنى زكي وحنان ترك وعلا غانم. الفيلم من تاريخ إصدار 2003 للمخرج هاني خليفة والمؤلف تامر حبيب. تاني فيلم معانا فيلم عن العشق والهوى. فيلم عن العشق والهوى قصة عمر وعلياء، واحد من أشهر القصص الرومانسية في تاريخ السينما المصرية، اللي بتدور أحداث الفيلم عن العشق والهوى هو حول عمر اللي بيقرر ان هو بيتجوز من علياء، لكن عيلته بتكتشف ان اختها فاطمة شغالة في احدى البارات اللي بيخليهم ما يوافقوش على الجوازة، وبيتجوز من اسمت الفتاة الجنية، وبتتجوز علياء من جارها المدمن مخدرات. وارجوك اللي ما شافش الفيلم يروح يشوف الفيلم، بجد من اجمل الافلام الرومانسية. الفيلم بطولة احمد السقا ومنى زكي ومنى شلبي وغادة عبد الرازق، مجدي كامل، خالد صالح، بشرى. تاريخ الاصدار الفيلم سنة 2006 من المخرج كاملة ابو ذكري والمؤلف تامر حبيب. الفيلم اللي معانا بعد كده فيلم عمر وسلمى. فيلم عمر وسلمى الجزء الاول مش الجزء الثاني ولا الثالث. فيلم عمر وسلمى من بطولة تامر حسني من افضل افلام الرومانسية الكوميدية على الاقل بالنسبة لي. الفيلم بتدور حوالين عمر الشاب الفاشل طبعا الصايع اللي بتاع البنات، اللي بيقرر ان هو يتجوز، وبيقرر ان هو يتجوز لما بيقابل زميلته في الكلية سلمى، واللي هو بيحاول يوصل لقلبها بأي طريقة. الفيلم بطولة تامر حسني، مي عز الدين، عزت أبو عوف، مروة عبد المنعم، رامي وحيد. تاريخ الإصدار سنة 2007 ومن المخرج أكرم فريد والمؤلف تامر حسني وأحمد عبد الفتاح. الفيلم اللي معانا بعد كده فيلم الباب المفتوح. في ناس كتيرة ما تعرفش الفيلم دوت، وفي ناس كتيرة جدا تعرفه، واللي تعرفه عارفين قد ايه الفيلم ده جامد ومفيش زيه دلوقتي. الفيلم من واحد افضل من افلام الرومانسية المصرية، واللي قدمها برضو بشكل جميل وسابق لأحداث الفيلم. والفيلم أحداثه بتدور عن شخصية ليلى الفتاة البسيطة صاحبة الشخصية المتمردة، وبتقع في حب ابن خالتها، لكن بتكتشف انه هو ما يختلفش عن ابوها اللي هو دايما يكون مفتري ومش حلو، فبتسيبه وبتفقد ثقتها في كل اللي حواليها لحد ما بتقابل صاحب اخوها المتفتح اللي احسن حد في الدنيا بقى، وتبدأ رحلة الافكار المتجمعة بقى والكلام ده كله في نطاق رومانسي وجميل. الفيلم بطولة فاتن حمامة، حسن يوسف، شوكار، محمود مرسي، صالح سليم، ناهد سمير. وتاريخ الإصدار الفيلم سنة 1963 ومن إخراج هاني بركات ومؤلف هاني بركات برضه. الفيلم اللي معانا بعد كده هو فيلم حب في الزنزانة. فيلم حب في الزنزانة برضه واحد من أجمل الأفلام الرومانسية اللي أنا شخصيا بحبها جدا جدا جدا. وأحداث الفيلم بتدور حوالين راجل أعمال يدعى شرنوبي، وهو شغال في شركة تجارة الأغذية الفاسدة، وبيتفق مع أحد الشباب اسمه صلاح لاعتراف بالجريمة بدل منه ويتسجن مكانه، وبيتحكم عليه بالسجن. وخلال فترة سجنه بيقع في حب سجينة أخرى تدعى فايزة، وبيتبادل كل منهم المشاعر الحب من خلال الجوابات، وما بيكلموش بعض خالص طول فترة سجنهم، عشان هما كل واحد في سجنه ما بيعملوش أكتر من هما بيشوفوا بعض من الشباك وبيتكلموا عن طريق جوابات، لحد ما بيتم الإفراج عنهم وبيتجوزوا وبيقرروا الانتقام من التاجر اللي خلاه يتسجن مكانه. الفيلم بطولة عادل إمام وسعاد حسني، يحيى الفخراني، جميل راتب، عبد المنعم مدبولي، ماجدة زكي. تاريخ إصدار الفيلم 1983 ومن المخرج ومؤلف محمد فاضل. وطبعا ما ينفعش نجيب سيرة الرومانسية من غير ما نجيب فيلم هيبتا. فيلم هيبتا طبعا من أجمل أفلام الرومانسية
هو أصلا الفيلم عبارة عن الدكتور شكري اختصاصي علم نفس اللي بيقدم محاضرة عن كيفية حدوث الحب، ومن أحداث الفيلم في الشرح بيجيب لك 4 قصص من خلالهم، ومن خلال ال4 قصص المختلفة للأشخاص مختلفين كل منهم بيمر بيه كتير جدا من التقلبات المزاجية والعاطفية. الفيلم بطولة ماجد الجدواني، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، أحمد مالك، جميل العوض، أحمد داود، دينا الشربيني، نيلي كريم. تاريخ إصدار الفيلم 2016، والمخرج هادي الباجوري، ومؤلف محمد صادق. حاجة برضو كده من نوع كوميديا مش هتتكرر كتير، هو فيلم أبو علي. فيلم أبو علي بطولة كريم عبد العزيز كان فيه نوع كوميديا ورومانسية في نفس الوقت. فيلم رومانسي كوميدي جدا جدا جدا، اللي بتدور أحداث الفيلم عن حسن الشاب الفقير اللي بيضطر للسرقة عشان يهرب، وبيقابل فتاة تدعى سلمى وهي هربانة من جوز أمها عشان يجمعهم القدر في جريمة قتل عسكري، وبيهربوا من البوليس، وبكل دوت في إطار كوميدي ورومانسي في نفس الوقت. الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، منى زكي، خالد الصاوي، طلعت زكريا، انتصار. وتاريخ إصدار الفيلم 2005، من المخرج أحمد نادر جلال، ومؤلف عمرو إسماعيل. برضو من الأفلام الكوميدية الجميلة جدا في السينما المصرية تيمور وشفيقة. تيمور وشفيقة برضو فيلم كوميدي ورومانسي، وبيعتبر فيلم تيمور وشفيقة من أفضل الأفلام المصرية الرومانسية الكوميدية، وبتدور أحداث الفيلم حوالين قصة حب من أول الطفولة لحد ما بيتجوزوا في آخر الفيلم. تيمور وشفيقة. الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكي، هالة فاخر، رجاء الجداوي، جميل راتب. وتاريخ إصدار الفيلم 2007، للمخرج خالد مرعي، والمؤلف أحمد السقا وتامر حبيب. وما ينفعش نجيب سيرة الحب من غير ما نجيب فيلم حب البنات. فيلم حب البنات من أسماء أفضل الأفلام الرومانسية، اسمه لوحده أصلا بيعبر عن الحب. والفيلم بيحكي عن 3 بنات، وكل بنت فيهم قصة حب مختلفة، ولكن كل ده في إطار جميل جدا جدا جدا، واللي هو أبوهم بيسيب لهم وصية على الحصول الميراث بشرط إن هم يعيشوا هم ال3 في منزل واحد، وبعد ما كل واحدة كانت عايشة في حياة لوحدها بيضطر إن هم يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد عشان خاطر الورث. الفيلم بطولة ليلى علوي، أحمد عز، حنان ترك، هنا شيحة، أشرف عبد الباقي، خالد أبو النجا، وظهور طبعا المطرب أحمد برادة. تاريخ إصدار الفيلم 2004، والمخرج خالد الحجار، وشارك في التأليف برضو تامر حبيب. من الأفلام الرومانسية القديمة برضو فيلم الحب الأول. فيلم الحب الأول برضو من الأفلام الجميلة جدا في السينما المصرية، وبتدور قصة الفيلم حوالين خالد الشاب البسيط الخجول اللي بيعزف على البيانو في الملاهي الليلية، وبيعيش مع أصحابه حسن وهشام، وكل واحد منهم عنده علاقات نسائية، إلا هو طبعا هو شاب خجول وبيتكسف. وبيصادف خالد وحسن مع رانيا ووفاء، وبيعرفوا حب كل واحد فيهم من واحدة، وبيكتشف خالد إن رانيا بتحب هشام صاحبه الجني بتاع البنات. ومن خلال الفيلم بيبان بقى قصة الحب بين خالد وهشام ورانيا ووفاء. الفيلم بطولة مصطفى قمر، وحنان ترك، ومنى زكي، هاني رمزي، طارق لطفي. الفيلم تاريخ إصدار 2001، للمخرج سعيد حامد، والمؤلف أحمد البيه. دول مش كل الافلام اللي في السينما المصريه اللي بتتكلم عن الرومانسيه ولا افضل افلام الرومانسيه، لسه في افلام تانية كتير. قولولنا عايزين تسمعوها تاني ولا لا؟